بيبدأ الفيلم مع داكس وجوين مع أبوهم ماك ومامتهم بيم. لما بيحكي ماك قصة مخيفة لولاده، بس بيم بتحاول تطمنهم لأنهم بيخافوا، لكنه بيقول لها لازم أحسسهم إن البركة أهم حاجة وما ينفعش يمشوا مهما حصل ويسيبوا البركة، دايما لازم يفضلوا جنبنا. وبيكون ماك دايما بيخاف يخرج من البركة أو بيخاف من كل حاجة عموما، لحد ما بيسمعوا صوت فبتنادي بيم عليهم وبيشوفوا مجموعة بط مهاجر بيوصل لبركتهم. فبيروح داكس وجوين لحد ما بيتعرفوا على كيم اللي بتعرض عليهم يهاجروا معاها، بس ماك بيروح وبيقول لهم شكرا، لكن واحدة منهم بتقول لهم لازم تروحوا جزيرة جامايكا، ده مكان جميل جدا واحنا في طريقنا ليها، بس ماك بيقول لها شكرا. فبيمشي البط وبتفضل الأسرة في البركة، لكنهم بيكونوا زعلانين من ماك وبيكونوا عاوزين يهاجروا، لحد ما بيجي الليل وبيقابل ماك أخوه دان، ولما بيقول له على الرحلة بيقول له عندك حق، وإنه أهم حاجة يكون عنده أكل ومية وكمان يكون وحيد زيه كده، بس لكنه بيفوق وبيروح يصحي الأسرة وبيقول لهم يلا علشان نهاجر كلنا سوا. فبتفرح العيلة كلها، وجوين بتقول لعمها يروح معاهم. بيجهزوا كلهم وبيطيروا بعيد عن البركة، بس بعد شوية بيشوفوا كل البط ماشي عكس اتجاههم، لحد ما الدنيا بتمطر عليهم وبيستخبوا تحت خشب. في الوقت ده بتظهر بجعة وبتاخدهم معاها، وبيكونوا خايفين تاكلهم، بس بتديهم طاسة وبتقول لهم يناموا فيها لحد ما بيناموا كلهم. وماك بيحاول يهرب بعيلته، لكن بتصحى البجعة وبتقول لهم ما كانش لازم تنزلوا، وبتفضل تجري ورا الأطفال. وجوزها بيمسك ماك وبيم، لا ملناش دعوة بدان، ده نايم، لحد ما بتخرج من المية سمكة بتمسك الأولاد، فبتمسكها البجعة وبتخرجهم من بقها، وأساسا كانت عاوزة تحمي الأطفال من السمكة. فبيشكروها وبيناموا كلهم على السرير سوا، لحد ما بيجي تاني يوم وبتمشي العيلة بيكملوا طريقهم لحد ما بيدخلوا للمدينة، وما بيكونوش متعودين على الأجواء، لحد ما بيحاولوا يهربوا من العربيات والدوشة. فبيتجمعوا بس مش بيلاقوا دان، فبيبدأوا يدوروا عليه لحد ما بيشوفوه متعلق وفي مراية بتلف عليه، وبيبدأ يطير من الخوف لحد ما بيوصل قدام سندوتش. أول ما بيقرب منه بيتجمع عليه حمام، فبيبدأ يمشيهم لحد ما بيجوا الباقي وبيتلموا عليه. في الوقت ده بتوصل باقي العيلة، فبيفضل يزعق ماك لحد ما بيقول عليهم همج، فبيقفوا كلهم وفي صوت بيجي من وراهم. بتطلع حمامة بتظهر انها الزعيمة وبتقول انا اسمي خيبة وانتوا دايما بتتعدوا علينا وفي الاخر تقولوا علينا همج. فبتحاول بام تتدخل وتصلح كلام جوزها وبتعرض عليهم قسم السندوتش لحد ما بيوصلوا لحل وسط وبيضطر دان يقسمه. وخيبة بتعتذر انها زعقت لهم وبتقول لو احتجتوا اي حاجة قولوا لي. فبتقول لها بام عاوزين نروح جامايكا، فبتقول لها انا عارفة واحد هيفيدكم يلا بينا. بس اول ما بتيجي توصف الطريق ماشي بترجع تاني، ولما بتحاول اكيد التالتة تابتة وبتاخد بالها المرة دي، لكن بتيجي سكوتر بتاخدها في طريقها وبيبدأوا يطيروا جوه المدينة. وبيظهر فيديو لجامايكا اللي بتكون مدينة جميلة، وبيوصلوا للمكان وبتحذرهم خيبة ان صاحب دير روي شيف وممكن ياكلهم لناس تدفع له فلوس. بيدخلوا لدير روي المحبوس في قفص وبيكون محبط، بس اول ما بيسمع كلمة جامايكا بيبدأ يوصف لهم الطريق، وانا مش هقوله لاني ما فهمتش حاجة، بس بيرجع يقول انا وحشتني جامايكا وعيلتي كمان وحشتني. فداكس بيقول مش هينفع نسيبه، لكنه بيقول المفتاح دايما مع الشيف والاحسن تمشوا. بس داكس بيكون عنده رأي تاني، فماك بيقول له خليك هنا وانا اللي هجيب المفتاح. وبينزل ماك لوحده وبيدخل للمطبخ اللي بنشوف فيه الشيف، وبيحاول ماك يوصل للمفتاح بس بيشوف بام اللي جت تساعده، وبيشوفوا اخيرا المفتاح وبيحاولوا يجيبوه، بس بيخاف ماك وبيسيب بام اللي بتقع على طفايه الحريق. والشيف بيشوفهم فبيحاولوا يهربوا لحد ما اخيرا بيخرجوا من المطبخ بسلام وبيكون المفتاح معاهم، بس بيلاقوا في حفله معموله بره المطبخ ومش بيعرفوا يعدوا من الزحمه. فبيستغل ماك الفرصه وبيبدا يرقص مع بام لحد ما بيقدروا يعدوا. في الوقت ده الشيف بيخرج من المطبخ وبيجري ناحيتهم، لكنهم بيقدروا يطلعوا وبيحاولوا يفتحوا لدير روي، بس بيبلع ماك المفتاح غصب عنه. وبيوصل الشيف للاوضه اللي هم فيها فبيستخبوا ورا عمود، لكن بيسمع الشيف صوتهم فبيحاول ماك يبعده وبيخرج المفتاح من معدته وبيفتح دير روي وبيخرجوا كلهم من المطعم. وبيشكر ماك انه خرجهم من القفص وانه هيروح معاهم جامايكا كشكر على اللي عملوه. فبيشكروا خيبه وبيودعوها، ودان بيقول لها انا مش مسامح في السندوتش. بتبدا رحلتهم بقياده دير روي اللي بيقول لهم هنطير شويه فوق المحيط لحد ما جوين بتحتاج تعمل زي الناس، فبتقول لها بيم تعملها لكنها بتجبرهم ينزلوا على الارض. في الوقت ده بيشوفوا بدروم مرسوم عليه بطه، فبيفتح ماك الباب وبيقول لهم يلا ننزل نكتشف المكان، لحد ما بيسمعوا صوت من الناحيه التانيه. لما بيخرجوا بيلاقوا مجموعه بط بيعملوا يوجا او بيرانتس مش عارف الصراحه، لحد ما بيشوفوهم وبيجروا عليهم وهم بيقولوا ضيوف. فبيجي لهم الكابتن جوجو وبيرحب بيهم وانهم في حديقه الوئام والانسجام، وبيظهر المكان جميل بالنسبه للبط وده بيعجب كل العيله من اللي بيشوفوه، حتى البط عنده زحليقه واحنا لا. فبيقول جوجو استمتعوا براحتكم، المكان مكانكم، وده بيعجبهم. فبيقول ماك هنفضل النهارده هنا، وبيبداوا كلهم يستمتعوا بالمكان. بعد شويه بيسمع داكس صوت بره الحظيره، ولما بيروح بيشوف عربيه كبيره بينزل منها الشيف وبيظهر ان البط مضحوك عليه. فبيحاول داكس يفهم جوجو اللي هيحصل، لكنه بيقول له تعالى معايا وفاكره بيهزر، لحد ما بيروح ماك وبيخبيهم ورا الباب. فبيروح داكس لمجموعه البط وبيقول لهم ينزلوا قبل ما يتسلقوا، لكن بيجي له الشيف وبيدوس عليه وبيمسكه بالشوكه. فبيشوفوا ماك وبيضرب الشيف لحد ما بيسيبه، وبيهرب كل البط من الشيف. وبيرجع ماك وهو بيقول لباقي العيله تهرب، فبيطيروا وبيهربوا كلهم. وبيرجع الشيف وهو متضايق لحد ما بيقربوا يوصلوا للمحيط وبينزلوا على الارض تاني علشان
عشان يريحه، وبيكون ماك متضايق من داكس لانه ما سمعش كلامه وراح للشيف اللي قطع جناحاته، وبيزعله لحد ما بيتضايق داكس وبيسيبه وبيمشي. الليل بيجي وبيظهر الشيف راكب طياره وبيدور عليهم، وبيكونوا نايمين في مكان قريب من المحيط. داكس بيكون زعلان من اللي حصل لحد ما بتروح له جوين وبتقول له انت محتاج حضن. في الوقت ده بيوصل الشيف لمكانهم وبيرمي عليهم شبك وبيمسك كل البط ما عدا جوين وداكس اللي بيستخبوا، فبياخد الشيف البط في الطياره وبيشوف ماك وبيم اللي بيمسكهم في قفص لوحدهم. جوين وداكس بيحاولوا يلاقوا حل، اما ماك وبيم بيحاولوا يخرجوا من القفص، لكن قبل ما يوصلوا بيمسكهم الشيف فبتعضوا بيم من مناخيره. وديلروي بيرمي عليه فاكهه فبيرمي كل البط عليه فاكهه لحد اخر فاكهه بتترمي عليه فبيقع والباب بيتفتح، وماك وبيم بيقع من الطياره في القفص. في الوقت ده بيظهر داكس وجوين اللي بيروحوا وبيخرجوهم من القفص، وبترجع تتجمع العيله تاني. اما في الطياره بيقدروا يكسروا القفص ويخرجوا، وبيفضل الشيف متعلق في الشبكه، وبيرجع ديلروي تاني ليهم مع دان وكل البط، فبيبداوا يطيروا فوق المحيط كلهم، بس بيقفوا في نص الطريق وبيقول احنا تهنا لحد ما بيطلع النهار وبيكونوا اصلا قدام الجزيره، وبيبداوا كلهم يطيروا ناحيه الجزيره اللي بتكون جميله ويا ريت كلنا نروح نصيف فيها. وبيقابل داكس كيم مره تانية وبيتجمع ديلروي بعيلته، وماك بيشكر بيم انها فوقته وغيرت تفكيره. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش ان البط صيف وانت لسه قصدي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.